الشباب اللي قاعد يهدون انواع الهدايا لزوجاتهم او حبيباتهم، هذا كله حتى يبينوا لهم ايش قد هم مهمين بحياتهم، وتقديرا للعشره والحب الكبير اللي يجمعهم. بس اكو ملك بابلي مستحيل اكو واحد من هذول الشباب او واحد بالدنيا ممكن يوصل له. هذا الملك اسمه نبوخذ نصر، وحسب ما تقول وحده من الروايات انه نبوخذ نصر كان يحب زوجته الملكه اميتيس اللي جابها من ميديا، واللي هي حاليا اسمها ايران. شنو سوى هذا الملك؟ بكل بساطه سوى شيء دخل بقائمه عجائب الدنيا السبعه، ولانه الملكه كانت عايشه ببيئه جبليه مليانه خضار، قرر نبوخذ نصر انه هو يبني لها الجنائن المعلقه، وكل هذا حتى الملكه ما تحس بالحنين للوطن وتكون سعيده وياه. وفعلا بناها وسواها من اعظم الاشياء بالعالم. والجنائن المعلقه هي عباره عن شكل هرمي ولكن بقاعده مربعه، وهي اشبه بالبلكونات العملاقه ولكن مليانه اشجار، وكل ما تصعد طبقه المساحه تصغر الى ان صارت اشبه بالتله او الجبل او حتى الهرم. ولهذا السبب يعتبر نبوخذ نصر اكثر واعظم واحد هدى لزوجته هديه وصارت من العجائب. زين، منو منكم يقدر يصير مثل نبوخذ نصر؟